وقع المحظور والجاران النوويان تبادلا الصواريخ قصفا ليضع كل العالم يده على قلبه من تطور الاشتباك الصاروخي لحرب نووية، بعد أن هاجمت الهند بصواريخها على حين غرة منتصف الليل مواقع في 3 مدن باكستانية، وأسقط قتلى وجرحى في مدينتين بشطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام آباد، ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند. وعلى الفور جاء الرد الباكستاني بقصف صاروخي ومدفعي لمدن هندية حدودية، مع إعلان إسلام آباد إسقاط طائرتين هنديتين قرب بهاولبور في إقليم البنجاب، ما رفع درجة التوتر إلى حد مرعب للبشرية كلها، لأن هذان البلدان يمتلكان في المجمل ما بين 300 و400 رأس نووي، وهو ما حدا بترامب تحذيرهم من الاستمرار بالحرب، حين قال إن هجوم الهند لأمر مخزن يجب أن يتوقف فورا.